هذا البرنامج حقيقي، مش كوميدي ومش ساخر، يرصد كل ما هو مغشوش وشمال. أنا عايزك تاخد بالك، تنتبه لما تقرأ، تنتبه لما تشوف، تنتبه لما تسمع. احنا في زمن الخبر والنت والألوهات والثورة والمعجزة والمستحيل اللي مات. آن الأوان يا شعب نقول وما نخافش، بنحبها بضمير، مش غش ولا إشعاع، مش غش ولا إشعاع. بلالين ومالية البلد وبتحجب الأخبار، هنفرقع البلالين ونصحصح النايمين، نحكي على السامعين إشاعات مطرداهم. مركبنا طلعت يا ناس هتلف بينا المراسي، واللي هيكذب هناخده ورا مصنع الكراسي، ورا مصنع الكراسي، ورا مصنع الكراسي. اهلا بكم اعزائي المشاهدين. جايبين لكم شويه مواضيع بره الصندوق، بس الجمله دي عجبتني قوي وقلت لازم استخدمها. اول فقره معانا النهارده الشاب الازهري. انتشرت في الفتره الاخيره قصه الفائز المزيف، صعب حد يصدقها او يتوقع انها تحصل. القصه بتتلخص في ان شاب مصري من الصعيد ادعى انه حصل على المركز الاول في مسابقه القران الكريم. وخد عندك بقى احتفالات اهلنا الطيبين في الصعيد. اطلع قدام الصوت، اطلع. واتعملت لقاءات مع اهالي القريه اللي فرحانين بابنهم، وده حقهم طبعا. عبد الرحيم مبارك من فوق منبر الاسلام، من فوق منبر الازهر. عبد الرحيم رضي كل فكره كان موفقا من الله اولا، ثم بفضل اولاد خليفه اللي وقف معايا سنتين. انا كنت كل ما ادخل جنازه كان الشيخ احمد او الشيخ عيد او كل الشيخ عبد اي حد من المشايخ كنت بدخل السماع واسمع وانا منظم كنت صغير. تبارك الله فيك. فكان يجلس معنا أنا وفضيلة الشيخ عيد على دكة أو على منصة يقرأ القرآن الكريم، فكان صوته مميزا. عبد الرحيم كنت عندما أسمع القرآن الكريم من عبد الرحيم أحس برعشة في جسمي، كان يجذبني. حدث زي ده طبيعي يبقى ماده خصبه للاعلام. طبعا الاستاذ تامر امين استضاف الولد كصوره مشرفه للشاب المصري. والحقيقه شرف لينا انك مصري. ربنا يبارك فيك يا فندم. وشرف ليا الحقيقه ان انا بستضيفك. ربنا يبارك فيك يا فندم. شرف رغم صغر سنك، لكن مع صغر السن انت كبير المقام. ربنا يعزك يا فندم. واللي عملته المرء باصغريه. الحمد لله. فالحقيقه الناس بافعالها، ياما ناس كبيره في المقام وما عملتش حاجه، وكبيره في السن وما عملتش حاجه، وناس صغيره في السن لكن كبيره في الجهد والعطاء والاحترام. عبد الرحيم راضي شاب مصري طالب في كليه الصيدله جامعه الازهر، حصل على المركز الأول على مستوى العالم في مسابقة حفظ وتلاوة القرآن الكريم التي كانت تعقد في دولة ماليزيا. ولا الأستاذ سيد علي اللي استضاف الولد وقال نفس الكلام تقريبا، وأكد إنه أصغر متسابق في المسابقة. إنما لما يبقى حد فاهم وحافظ القرآن وتجويدا يعني ربنا يبارك فيك. ربنا يعزك يا فندم. الحمد لله مصر مليانة، ومصر ولادة، ومصر مليانة بالخير، ومصر فيها أكتر من 90 مليون عبد الرحيم راضي. لكن انا دايما كانوا بياخدوني في اماكن تانية عشان اقرا القران. ما شاء الله. ومن ضمن الاضافات ان انا افتتحت مركز اسلامي هناك، مع ان انا اصغر قارئ وتم اختياري من 27 قارئ ان انا اقرا في المسابقه دي. عايز اقول لحضرتك ان انا هناك اتذبحت بمعنى الكلمه من القراءه. وبعد الاحتفالات واللقاءات اللي شفناها، اليوم السابع عرضت فيديو للطالب وهو بيقول انه هيتعمل له حفله في مشيخه الازهر. الرساله اللي قالها لك النهارده شيخ الازهر اثناء لقائك بيه
خلي بقى احفظ القرآن الكريم وخليه قدامك، والتكريم من عند ربنا سبحانه وتعالى أحسن من أي تكريم، وأنا سعيد بلقائك والحمد لله رب العالمين. اليوم السابع كملت في القصة وجابت فيديو من جوه المشيخة بعد تأجيل الاحتفال. سبب انسحابكم ايه يا جماعه النهارده من المؤتمر؟ عدم الالتزام بالمواعيد. بدأت الدنيا تتغير مع الطالب بعد الاحتفالات والتكريمات واللقاءات التلفزيونية. هوب الأزهر طلب الأوراق والجايزة. هوب مفيش أوراق ولا جايزة. طبعا أنا يؤسفني إن طبعا إنه يقول لك إن الأزهر اكتشف. الأزهر ما اكتشفش، اللي اكتشف الشيخ هاني الحسيني. خلونا بس نتكلم بصراحة. فأنا عاوز أقول لكم إيه، هو اللي اكتشف الموضوع وهو اللي قال وهو الحقيقة اللي حرك الموضوع بسرعة. لحسن إحنا شفتوا أنتم في القنوات إياها ديت بدأوا شهروا بمصر إن إحنا حياتنا غش وحياتنا زيف وإحنا في غيبوبة. هم بقى بيعملوا إيه؟ كل شوية يروحوا ضاربين بالونة اختبار من واحد موتور. الولد نفسه اعترف. الولد قال لك والله أنا في ناس اتصلت بيا وبيعترف بقى، وهم اللي قالوا لي، هم اللي سقوني حاجة صفرة في كوباية حمراء. تحولت القصة من احتفالات لشتائم، والأزهر حوله لمجلس تأديب. وأكد الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف أن الطالب لا يحمل وثائق تثبت فوزه، وأن المسابقة الذي ادعى الطالب عبد الرحيم الفوز بها تعقد في شهر شعبان من كل عام. الأستاذ وائل بقى حكى قصة هروب الطالب من البرنامج. قال لك ده تعب ونقلوه المستشفى. تعرفين الأستاذ وائل بيحب يكبر المواضيع ويكشف المستغط. طيب ايه القصة بقى؟ القصة ان احنا كنا هنستضيفه بالامس وكان موجودا داخل الاستوديو، فعمل ايه؟ فجأة وقع على الارض وادعى انه بيموت وادعى المرض. نقلناه لمستشفى، وقطاع الانتاج حتى في المحطة صاحبه الى المستشفى وقعد جنبه لغاية ما يتعالج، والدكتور قاس له الضغط ولقاه كويس. هو قال بس هو مش نايم كويس، وانتظرنا حتى انه يبقى حالته افضل، لكن هو طبعا حاطط في ذهنه ان دي عمليه هروب من الحوار. الاستاذ تامر بقى قرر يعترف بغلطته. مش عيب ان الواحد يعترف انه كل او شرب الموز باللبن. مش عيب ان الواحد يعترف ان هو لبس السلطانيه واتظبطت على دماغه كويس. ومش عيب ان الواحد يعترف انه جزء من منظومه الفوضى هي الاساس فيها. انا مش عارف الكاميرا هتبين ولا لا، بس انا لو وريتكم يعني قفايا هتلاقوا انه في لطعه محترمه على القفا. والواد من بجحته قاعد معايا هنا عمال يوصف لي ماليزيا ويقول لي لما وصلت المطار حصل مش عارف ايه، والمطار ايه كذا، والناس هناك استقبلوني في كذا، وبعدين في التصفيات النهائيه مش عارف كذا. وانا الحقيقه ماشي معاه زي لا مؤاخذه. بس في النص ما اكذبش عليكم، في نص الحوار ابتديت اشك. استمر الطالب في قصته واستمر الاعلام في شكه، واصبحنا حيرانين بين الاثبات والشك، لغايه لما الواد طلع ببوستاته على الفيسبوك وقال لك انا ضحيه لواحده ست هي اللي عملت لي الفيلم ده كله. في حاجه اكيد غلط، يعني هنفهمها، ما هو لازم نفهمها. لا والله لازم نفهم هل ده فعلا، اصل لو هو فعلا ما فس ومفيش حاجه اسمها كده، يبقى هذا الشخص محتاج علاج نفسي. خلينا نتكلم. لكن اللي احنا فيه ده مش طبيعي. ما كده بقى اي حد ممكن يطلع يقول انا يا جماعه فزت رقم واحد في اي انا ممكن اطلع اقول انا فزت في كذا وتباركوا لي. انا شخصيا يعني انا شخصيا الشهر اللي فات خدت بطوله امريكا المفتوحه في التنس. الموضوع ده يا جماعه فيه رغي كتير، لكن انتوا عارفين فقره برنامج صغيره فمش هتكفي الكلام ده كله. انا لا يعنيني الواد فاز بالجايزه ولا ما فازش بالجايزه، ولا يعنيني انه صادق ولا كذاب. اللي يعنيني كلمتين بس: اعلام عشوائي، جريمه فيسبوكيه. تخيل حضرتك ممكن تعمل فيلم على الفيسبوك او يتعمل عليك فيلم على الفيسبوك وتبقى نجم البرامج التلفزيونيه، وممكن جهات مختصه كبيره تطلب تقابلك. عشوائي. وهتقل عليك شويه في ان انا اسمع صوتك. معلش انا اسف. هو انا ما اقدرش يعني اتاخر عن حضرتك، بس بصراحه انا كميه ارهاق ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والله مش قادر بجد، يعني انا ما اقدرش ولا كلمه. خلاص ولا كلمه. تمام. ورا مصنع الكراسي. دي مصر يا فاطمة، دي مصر يا فاطمة.
خبر عاجل الآن وصل لنا، تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي خبر اعتزال الفنانة شيرين. خبر صادم لمحبي الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب التي قررت نشر خبر اعتزالها عن طريق الصحفي ربيع هنيدي رئيس قسم الفن في مجلة زهرة الخليج. مدري دوس مش فتحية ندهتها النداهة، فتحية ندهتها النداهة. ده وجع لي قلبي. أنا بقول لشيرين اوعي ترجعي عن قرارك. طب ليه؟ ما انا هشرح فد جاي جاي يعني بس عايزه الاقي منطق بقى. ما انا لا في منطق جدا. في منطق. انا مريم ومامي زعلانه عشان انا سالتها تقعد معايا سنه وانتوا كلكم بتفتكروا حاجه تانية. قالت لك بناتي محتاجيني، امي محتاجاني، انا خلاص حق. تلقائيه عفويه طيبه ما تفكر بالكلمه، فاعتقد قيمه يعني بنشوف مصر اللي كانت بتنجب عمالقه. ام كلثوم يا سيدي بعد 52 بعض الضباط الاحرار قرروا ان الست دي غنت للملك ما تطلعش تغني. يعني انا عايز اقول لك لا، الكل بيتعرض لده. ده انا من عشاق شيرين. يا ليل. الله يرحمه ابو وهاب. احتراما للناس اللي بتحبني، واحتراما للجمهور الكبير العريض، والفنانين اللي أثروني بأخلاقهم العالية. تراجعت عن قراري عشانهم، والله ما كنتش بعمل كده عشان أعمل أي خبطة إعلامية ولا إعلانية. ورا مصنع الكراسي. لفت نظري الاسبوع اللي فات برنامج النص الحلو، 3 مذيعات جميلات رشيقات حسنواء قرروا يستضيفوا ست حصلت على الخلع من جوزها وجابت تورته وكاتبه عليها هم ونزاع. انا حابه فكرتك جدا. اقول ولا ايه؟ اكيد. هي الجواز محتاج استقرار ومحتاج حاجات تانية، مقاومات تانية عشان ينجح، تمام؟ فما في ست بتحب يعني تنفصل او بتكون بقى ست لا يعني زي ما بيقولوا كده كارهه عيشتها او يعني متمرده على عيشتها، لا يعني كل الستات بما فيهم انا بنحب نكمل في جوازنا عادي. انا عايزه اقول حاجه مش عارفه التورته مكتوب عليها ايه؟ هم ونزاع. هم ونزاع. اطلب لي حاجه بقى. واحد بيرة المرحومة. بس بصراحة اللي لفت نظري الرسالة الإعلامية، 4 ستات حاطين رجل على رجل، فول ميك اب، وفي شيف وراهم بيطبخ في الخلفية. يا ترى إيه الرسالة اللي ممكن توصل لي من كده؟ تعالوا نشوف تاني، يمكن أنا غلطان. من اشهر البرامج النسائيه الستات ما يعرفوش يكذبوا، مش عارف ازاي بس عادي. المهم وانا بقلب في الفيديوهات لقيت الفيديو ده عباره عن مداخله تليفونيه لمتصله، والنقاش مهم جدا، مختصين مذيعين بيحاولوا يحلوا المشكله بشكل هادي. اتفضلي ياسمين تتكلمي تحكي لنا ايه الموضوع؟ الموضوع ان انا عندي 20 سنه. يا حبيبتي تمام سامعينك. بعرف شباب كتير قوي وبكلمهم في التليفون يعني، وبعمل حاجات معاهم يعني مش قادره اوصفها، ايه حاجات وحشه كتير على النت صوت وصوره. اوكي، من 6 سنين كان عندك 14 سنه، ابتديتي تحبي اكتر من شخص من امتى؟ قطعني حته حته ورميني لاي قطه، انا كنت بحب 6 دلوقتي بحبك انت. انت دي مجنونه. برضه نفس السؤال، ايه اللي مقصود من الرساله دي؟ عايزيني افهم ايه؟ ها؟ وفي نفس ذات البرنامج 5 ستات حطوا وسطهم الاستاذ تامر امين واختلفوا اختلاف شرس جدا. هل الرقص مهنه محترمه ام مهنه محتكره؟ دكتوره مريم،
ترضي تشتغلي رقاصه؟ مش مهنتي. ترضي تشتغلي رقاصه؟ في دولة بتدي تصريح لمن يرغب بهذه المهنة. مفيدة أشجع منك لأنها أنا بشتغل رقاصة لأني لا أملك مواصفات الراقصة اللي ينفع ترقص والناس تتفرج عليها. لا، البيت ده طاهر وهيفضل طول عمره طاهر. يمه المطهر نيجي بقى لنفسنا. نفسنا ده قصة كبيرة جدا، زيه زي باقي البرامج النسائية، بتتكلم عن الطلاق يا الخلع يا الخيانة المؤدية للطلاق. تعالوا نشوف الفيديو ده بيتناول بشكل كوميدي ازاي تعرف انها بتخون. ما بتنبسط من اي شيء لما اعملها، حتى لو كان حلو، حتى لو كان هي بتحبه. بتميل لحد تاني فاكيد مش هتهتم بيه، اكيد التليفون يعني مش مهتمه بالكلام معايا. ممكن مسجات على الموبايل غريبه، الاهتمام قل، حاول تخبي الموبايل مني. انت لازم تكون مسيطر، وفي بعض الاوقات وفي كل الاوقات انت اكيد مش مسيطر، فاللي هيحصل كله كوم. والفيديو اللي جاي ده كوم تاني خالص. السؤال اللولبي، هي الناس بتخش على المواقع دي ليه؟ لعلمك في قناه بتجيب السكس في شكل دراما، شكل فيلم بقى. ده انت ملمه بالموضوع. طبعا. طب بتتفرجي؟ بجد؟ صريحه. بنتي يا شيماء، نعم يا اطلعي من دول. لا يا حبيبتي، طالعه منهم وقاعده ومتربعه. عيب اللي انت بتقوليه ده. بذمتك ما بدحتش ولا موقع لا طبعا. ايه ده لا طبعا. ليه؟ السؤال الاهم، انتوا ازاي بتتكلموا في المواقف دي عادي جدا كده؟ ده انا اتكسف اناقش الكلام ده مع اصحابي على القهوه. ما علينا، في حته هتكلم فيها والرزق على الله. تيمور السبكي لما غلط في مصر كلها دلوقتي بيتحاكم. تعالوا نشوف الفيديو ده. اقول لك بقى احصائيه بقى. بص، انا النهارده الصفحه عندي فيها رقم، ايوه، والرقم له مدلول. حضرتك النهارده انا اقدر اقول ان نسبه، علشان الستات بتتقمص، بس 30% من الستات عندهم استعداد للانحراف بس مش لاقيين اللي يشجعهم. كل الفيديوهات اللي شفناها في فقره برامج الستات عايزيننا نفهم منها ايه؟ احنا بنتجاوز كل حاجه بالطريقه دي. احنا بننشر جهل وعدم وعي بين الناس. اتمنى حضرتك قدام منك كلام عايز تقوله تقوم تعمل كده في بلدك ولا ايه؟ المره الجايه انا هشكي للشعب المصري منكم. وانا مصنع الكراسي. النهارده معانا في الشيزوفرينيا الاسطوره، ملحن ومغني وسياسي بارع، بالاضافه لانه قارئ جيد للرموز، بيفك اي رمز في مصر. معانا الاسطوره الفنان عمرو مصطفى. اتفرج على الناس اللي ليل ونهار بتتكلم كلام عادي، كلام فاضي، وده قاضي وده معلم، ولا بيفيد ولا بيضيف، وشكل الضيف يا ريته نضيف، ومصر يا عيني مجروحه ومذبوحه وبتتقلب. فعلا يا استاذ عمرو، كلام فاضي ولا بيفيد ولا بيضيف، وشكل الضيف يا ريته نضيف. الله يا بحر العلم والفن. شايفين الدقه والتركيز؟ قارئ شفرات مفيش زيه. احب انا الناس الدقيقه دي اللي بتهتم بالتفاصيل، الديتيلز يعني. المهم، انا اريد وانت تريد والله يفعل ما يريد. استاذ عمرو لو شافك بتقول جمله زي دي يقول عليك صهيوني على طول. ما تسالنيش ازاي، هو بيعرف يفك الرموز، بيفكها كده كده. اولا كلمه يريد دي كلمه يهوديه. نحن نريد، انا اريد اما بشوف الصهاينه بيتكلموا على الجزيره بيقولوا نريد. فيا ريت يغيروها بقى شويه. استكمالا نظريه المؤامره اللي بيحبها عمرو، قرر يطلع اشاعه انه هيهاجم، ومن هنا هيعرف مين المصري ومين المسادي، على اساس يعني ان المصري هتعرفه انه هيعمل لايك والمسادي هيعمل كومنت. تبقى بتهاجر ليه؟ لا، كنت بنظف الصفحه بس عندي على الفيسبوك. يعني ايه كنت بتنظف الصفحه عندك؟ يعني من فتره يعني ايه اللي هيحصل لما تقول لنا انك مهاجر؟ يعني لان انا متاكد ان الفيسبوك دوت بيضم ناس من الموساد، وبيضم ناس من دول كتيره جدا، وبيضم ناس من حتت كتيره جدا، فبحاول انظف الصفحه. نظريه المؤامره متاصله يا ستي انا مؤامره، انا مؤمن بيها. طب وانت شايف انت لما تقول انا هسيب مصر وهسافر، ايه اللي هيحصل للصفحه يعني؟ ولا هيحصل اي حاجه. هيبقى ان شويه ناس كده هيقولوا لك ايه، يلا مش عايزينك، اروح اشيلهم من الصفحه وخلاص وابقى ارتحت منهم. الاستاذ عمرو مش عايز اي جايزه، لان اي جايزه دوليه لازم يبقى ليها ثمن.
برضه نظريه المؤامره. غيري سافر ادى كل شغله لبره، انا ما عملتش كده ومش عايز جوائزهم ولا جايزه نوبل ولا اي جايزه ولا اوورد ولا جرامي ولا الكلام ده كله، لان هم بيدوا الجوائز دول عشان بعد كده يطلبوا منك حاجه تانية. افهموا يا شباب مصر، اللي بيعمل فيلم ما طلبوا من عمرو دياب، اللي بيعمل فيلم هم طلبوا ايه من عمرو دياب؟ طلبوا حاجه من عمرو دياب؟ لا مش عايز ادخل عمرو دياب في الموضوع. بسال، ما هو من كلامك وبسال يا عمرو وانا جبت حاجه من عندي. ممكن عمرو دياب يكون فهم دلوقتي، لكن قبل الثوره ما كانش حد فاهم حاجه. انا بديك جايزه عشان ارجع اقول والحاصل على جائزه كذا بيتحدث، والحاصل على جائزه زي النهارده لو جيتي بصيتي للصين، الصين دلوقتي المتحدث اللي واخد جائزه نوبل هو اللي طالع بيقول دلوقتي احنا عايزين ناخد بلد من الصين. خناقه عمرو مصطفى مع المذيعه ايمان ابو طالب. واحب اقول لكم ان انا كنت اساسا ناشط سياسي، لان كنت وانا في كي جي 1 بحيي العلم كل يوم في المدرسه. انت النهارده انا بكلمك في الناس اللي بيطلعوا، انت النهارده معترض، الناس اللي بتطلع تتكلم في السياسه. السي في بتاع حضرتك ايه؟ والسي في بتاع حضرتك ايه يا فندم؟ لا انا السي في بتاعي ما شربتش من نيلها، لو كنا بنحبها حبيتها، علمونا في مدرستنا تعظيم سلام يا مصريين. عندي سي في كلها اعمال فنيه وليست ليها علاقه بالعمل السياسي يا فندم. كلها اعمال السياسه ليها ناسها. سي في حضرتك ايه في السياسه علشان خاطر تنظر وتقول ان الثوره دي كانت نكسه؟ عايز اقول لاستاذ عمرو ان رقم 125 ده رقم عادي ملوش اي علاقه ب 25 يناير خالص. الشركات كلها اللي انا اشوفها الامريكيه دلوقتي هي اللي كانت بتعبر عن الثوره. اما تطلع تقول لي عبر مين قدك، ايه اللي دخل المشروب في عبر مين قدك؟ ايه اللي دخل المشروب في عبر مين قدك قبل الثوره؟ انت عايز تقول ان انت اللي عملت الثوره يعني؟ اما تقول لي 125 سنه، 125 سنه ايه؟ كان انا اساسا لما سافرت بره قالوا لي مفيش حاجه اسمها 125 سنه، عايز تقول لي 25 واحد ميعاد الثوره؟ لكن ما تقعدش تعبني بالالغاز، لو هتلاعبني بالالغاز لا هلعبك. لا تعالى، في ناس بتفهم. وبقول لك حاول تبخل على الناس بعلمك في نظريه المؤامره وفك الشفرات، لان ببساطه كده الاعلام استضافك كسياسي اكتر ما استضافك كفنان. مش كل حاجه تعرفها تقولها، لان تفكيرنا ابسط من ان هو يستوعب كلامك. في الختام مفيش ختام، عشان ما يطلعش واحد يحلل لنا الختام ويودينا في داهيه. اشوفكم الحلقه الجايه ورا مصنع الكلام. الموضوع يا جماعه يستدعي التأويل الداخلي في النوايا المكنونيه. تاني، الامر يا جماعه يستدعي تأويل الامور والبحث في المجنون والبحث جوه ما بين الصدور. يا اختي الا فين؟ يا اقسم بالله انا عيان، انا مش ناقص. لا مش هقول ليه؟ لا مش هقول عشان هي ما عجبتكش. عايز اطلع فوق بقى. ليه ما من هنا؟ هي ما عجبتكش مني، عجبتك منك انت. من هنا. الديره الكبيره بتحبها بضمير، مش غش ولا اشعاع، مش ولا اشعاع. بلدين ومالية البلد وبتحجب الاخبار، بلدين ومالية البلد وبتحجب الاخبار. ونفرقع البلد ونصحصح النايمين. والله العيال بتوع التكاتك اول كانوا ماشي على اول الشارع بيقولوا زفه يا ماشي. نقفشها ونجيبها ابدا ما هنسيبها، نصطاد حبايبها وتاخدنا وياهم. وعشان ده زمن الخبر والمستحيل اللي ما فلتح يا مصر. لا اللي جايين عشان الميكنج اصلا يا كيمو. خش عليها كلود. تعالى حبيبي تعالى. انت حبيب قلبي عبد ربي يا سعده حبيبي. طيب اتعالي واخلص بقى.